اخواتي وحبايبي طلاب ثالثه ثانوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هقول لكم في الفيديو ده باذن الله ازاي تتعاملوا مع سؤال الباراجراف اللي عامل عقده لكل الناس تقريبا. باذن الله تعالى بعد الفيديو ده هتطلع من الامتحان بكره وانت جايب 5 من 5 في الباراجراف. ده باراجراف عن التكنولوجيا، حلو كده. المطلوب منك اللي انت تكتب 6 سطور فيه، منهم المقدمه والخاتمه. فانت المطلوب منك اللي انت تاخد الباراجراف ده تفهمه وتحفظه كويس، علشان لو جالك في الامتحان اي باراجراف غير التكنولوجيا تعرف تشتغل بيه، تعرف تشيل وتحط صح. لازم تعرف ازاي تشتغل بذكاء، علشان باذن الله تعالى والله ما هطلعك من الفيديو ده غير لما تكون فاهم كل كلمه في الباراجراف، وتكون مطمن ومتاكد ان انت هتخش الامتحان تجيب 5 من 5 في الباراجراف. بس قبل بقى ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده، اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها في ميعادها باذن الله. وكمان علشان لما انزل الفيديو بتاع ملزمه الاحياء اللي انا عاملها لكم، الملزمه اللي انا اشتغلت لكم فيها كتير جدا وجمعت لكم فيها اخر 11 امتحان ثانويه عامه نظام جديد في ماده الاحياء، التجريبي والدور الاول والدور الثاني طبقا لاخر التعديلات اللي اقرها الوزير. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ يعني انا في الملزمه دي شلت لك الاسئله اللي في الاجزاء اللي اتلغت، وحطيت لك جزء الجيولوجيا اللي اتضاف عليك في ماده الاحياء. انا مروشكم اقسم بالله، وحرفيا خدها مني كده، خدها كلمه، مش هتحتاج غير الملزمه دي اللي انت تحلها ليالي الامتحان. الملزمه دي 100 ورقه، 100 ورقه فيها 11 امتحان ثانويه عامه نظام جديد، ومعدلها زي ما قلت لك، شايل القديم وحاطط الجديد. والاعلان بتاع الملزمه هينزل لكم بعد امتحان الكيمياء. هتخلص امتحان الكيمياء كده باذن الله هتلاقي الاعلان نزل لك على اليوتيوب، وتاخد الملزمه بدري وتحل بدري وتجيب 60 من 60 باذن الله تعالى. يلا بقى من غير مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاع النهارده. ده الباراجراف اللي عن التكنولوجيا. بص، انا حاطط لك مقدمه وحاطط لك خاتمه وحاطط لك قلب الموضوع ذات نفسه، حلو كده. بص بقى معايا، تعالى نقروه حته حته ونفصصه سوا حته حته، اقراه لك بالانجليزي وبالعربي وافهمه لك كلمه كلمه. يلا بينا. طبعا ده عن التكنولوجيا. بص بقى المقدمه عملتها لك ازاي. Imagine the world without technology، يعني تخيل كده معايا لو العالم من غير تكنولوجيا. انت متخيل المصحح اول ما يبص كده على الكلام ويلاقيك كاتب الجمله دي هيعرف ان انت واد فهمان. Imagine the world without technology. Imagine، تخيل، the world، العالم، without technology، من غير تكنولوجيا. ايه اللي هيحصل لو العالم من غير تكنولوجيا؟ يلا بينا نعرف سوا. It is widely known that life would into complete chaos. chaos يعني عارمة. ايه السطر ده؟ بص كده معايا. It is widely known that life would into complete chaos. بص الكلام، من المعروف جدا ان الحياه سوف تتحول الى فوضى عارمه. بص المقدمه اللي انا عملتها لك، بص كده معايا. انت بتقول للمصحح ايه؟ تخيل كده معايا لو عشنا من غير تكنولوجيا، لو مفيش تكنولوجيا ايه اللي هيحصل؟ من المعروف جدا ان الحياه بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها سوف تتحول الى فوضى عارمه. تعال نخش بقى في قلب الموضوع. بص عملت لك ايه. Technology plays a vital role in our daily lives. التكنولوجيا بتلعب دور حيوي في حياتنا اليوميه. شفت قوه الكلام؟ تعال نقول تاني. التكنولوجيا بتلعب a vital role، دور حيوي، in our daily lives، دور حيوي في حياتنا اليومية. طب تعال نكمل. It helps us communicate, learn and solve problems faster. يعني التكنولوجيا دي بتساعدنا على التواصل، على التعلم، وكمان بتساعدنا اللي احنا نحل المشاكل بتاعتنا بشكل أسرع. It helps us communicate، التواصل، learn وكمان التعلم. التكنولوجيا بتساعدنا على التواصل والتعلم، وكمان التكنولوجيا بتساعدنا اللي احنا نحل المشاكل بتاعتنا بشكل اسرع. and solve problems faster، نحل المشاكل بشكل اسرع. thanks to technology، بفضل التكنولوجيا. thanks to technology education has become easier and more accessible. الله، بص كده تاني. Thanks to technology education has become easier and more accessible، يعني التعليم أصبح أسهل وأكثر توافرا. accessible، أكثر توافرا. more accessible يعني أكثر توافرا. تعال نكمل. moreover، وكمان it saves time and effort in all fields، يعني وكمان التكنولوجيا بتوفر الوقت والمجهود في جميع مجالات الحياة، في كل المجالات. التكنولوجيا انت بتقول له كده، التكنولوجيا كمان بتوفر الوقت والمجهود في جميع المجالات. خلصت كده المقدمة وخلصت قلب الموضوع. تعال بقى نشوف الخاتمة. بص بقى الخاتمة دي انا عامل لك خاتمة ما تخرش المية، 5 من 5 بإذن الله تعالى. بص كده. in conclusion، وفي الختام عشان يعرف بقى اللي انت فاهم. in conclusion technology is not just luxury. الله، ايه ده؟ يعني التكنولوجيا ليست رفاهية. التكنولوجيا مش رفاهية، امال ايه؟ It is
necessity that we cannot live without. هي شيء ضروري في حياتنا ما نقدرش نعيش من غيره ابدا. انت بتقول له كده. في النهايه التكنولوجيا مش رفاهيه، دي شيء مهم في حياتنا، ضروري جدا ما نقدرش نعيش من غيره. حلو كده؟ طب تعالى نقول من الاول. هقول لك الباراجراف ده كله بالانجلش وبعد كده اترجمه لك بالعربي تاني عشان تفهم وتحفظ معايا. بص كده، والله العظيم انا بتعب جدا في الفيديوهات بتاعتي، والله بتعب فيها جدا. التحضيره متعبه جدا جدا جدا. انا لما لفيت على اليوتيوب ما لقيتش حد عامل كده، كلهم بيرموا لك سطر مقدمه وسطر ختامي وحاجات مش هتيجي في الامتحان مالهاش علاقه بالمنهج اصلا، وحاجات يعني ما يعلم بها الا ربنا. انا بقى عملت معاك الواجب بزياده. تعالى بقى نقرا الباراجراف تاني. Imagine the world without technology. It is widely known that life would into complete chaos. Technology plays a vital role in our daily lives. It helps us communicate, learn, and solve problems faster. Thanks to technology, education has become easier and more accessible. Moreover, it saves time and effort in all fields. In conclusion, technology is not just luxury. It is necessity that we cannot live without. تعال بقى ترجمه لك بالعربي. تخيل كده معايا العالم من غير تكنولوجيا. من المعروف جدا ان الحياة سوف تتحول الى فوضى عارمة. التكنولوجيا بتلعب دور حيوي في حياتنا اليومية. التكنولوجيا بتساعدنا على التواصل والتعلم واللي احنا نحل مشاكلنا بشكل اسرع. بفضل التكنولوجيا التعليم اصبح سهل واكثر توافرا. وكمان التكنولوجيا بتوفر وقتنا وكمان بتوفر الجهود في جميع المجالات. وفي الختام التكنولوجيا مش رفاهية، التكنولوجيا امر ضروري، شيء ضروري ما نقدرش نعيش من غيرها. ايه رأيك في الموضوع ده؟ والله تعبت فيه جدا. تعال بقى هقوله لك اخر مرة واسيبك تذاكره مع نفسك في البيت. طيب بص اخر مرة. Imagine the world without technology. Imagine تخيل the world without technology. تخيل العالم كده من غير تكنولوجيا هيكون عامل ازاي. تيجي انت مديله فول ستوب ومكمل. وطبعا اول حرف كابيتال، ها ما تنساش الحاجات دي. الفاصله والفول ستوب بيفرقوا. It is widely know that من المعروف ان الحياه life would into complete chaos. ان الحياه سوف تتحول الى فوضى عارمه. تكنولوجي بليس، التكنولوجيا بتلعب a vital role دور حيوي in our daily lives في حياتنا اليوميه. التكنولوجيا بتلعب دور حيوي في حياتنا اليوميه. It helps us بتساعدنا. Communicate بتساعدنا على التواصل. Learn وكمان التعلم. And solve problems faster وكمان بتحل لنا المشاكل بتاعتنا بشكل اسرع. Thanks to technology. اوعى تكون مفكر ان thanks to technology اللي انت بتقول لها شكرا يا تكنولوجيا انت عملتي معانا خير اللي انت جيتي في الامتحان. لا، مش شكرا يا تكنولوجي اللي انت جيتي في الامتحان، والله لا، غلط. افهم ما تحفظش. بص كده thanks to technology بفضل التكنولوجيا. انا مظبط لك كل حاجه. فاصله بعديها education has become easier and more accessible. التكنولوجيا اصبحت سهله واكثر توافرا. moreover وكمان it saves time بتوفر الوقت and effort in all fields وكمان الجهود في جميع المجالات. يبقى بتوفر الوقت والجهود في جميع المجالات. in conclusion في الختام. خلاص كده انت عرفته اللي انت بتقول الخاتمه خلاص عشان تاخد الدرجه كامله. in conclusion technology is not just luxury يعني رفاهيه. التكنولوجيا مش رفاهيه. it is necessity هي امر ضروري، شيء ضروري في حياتنا. that we cannot live without ما نقدرش نعيش من غيرها. وصلت كده؟ يا رب يكون الباراجراف ده عاجبكم. وتعالى اقول لكم شويه نصايح من اخوكم الكبير. بصوا بقى ركزوا معايا وانت بتذاكر الباراجراف. حاول تفهم الجمله، تفهم الكلام مش تحفظه، علشان لو جالك حاجه غير التكنولوجيا تعرف تستخدم الكلام ده وتشيل وتحط بمعلمه. انا كنت كده في ثانويه عامه، بنعرف ازاي نشيل ونحط، نظبط الكلام. عندي حصيله كلمات. معظمكم عنده مشكله ان هو مش لاقي كلمات يستخدمها في الباراجراف. انا جبت لك الكلمات اهي. الكلمات دي تنفع لاي موضوع، لاي باراجراف. فاحفظ الكلام ده وافهمه طبعا علشان تعرف تشيل وتحط بذكاء. وكمان حاول تتدرب وانت بتحل على الباراجراف. اقعد حل باراجرافات كتير وشيل وحط مع نفسك بذكاء في البيت. وانت كمان بتذاكر الباراجراف ده سمعه لنفسك بصوت عالي كانك قاعد بتشرح لواحد صاحبك بالظبط.
كانك مدرس وقاعد بتشرح لطالب عندك عشان يتحفر في دماغك، عشان تخش الامتحان واثق جدا من نفسك وعارف انت معاك ايه. انت معاك باراجراف ما يخرش الميه. وركز كمان في الحرف الكابيتال. بص انا عايزك تركز في الحرف الكابيتال، وكمان في النقطه اهي، وفي الفاصله. فين الفاصله؟ اهي الفصلات دي، تركز في النقطه والفاصله والحرف الكابيتال اللي بيبقى موجود في اول الجمله. وصلت كده؟ والنقطه اللي في الاخر اهي. الحاجات دي ممكن تفرق، ممكن ينقصك درجات عليها، الله اعلم. وانا عايزكم تطمنوا بجد يا حبايب قلبي، باذن الله باذن الله باذن الله تعالى، باذن الله واحد احد، الامتحان بكره هيكون سهل جدا جدا جدا، وهتطلعوا مبسوطين ومرضيين باذن الله تعالى. وانا زي ما شفتنا اهو بنصب عرق من التحضيره دي. صعب جدا يا شباب اللي انا نقعد نحضر باراجراف، مع اني مدرس احياء، نقعد نحضر لكم باراجراف في ماده الانجليش زي ده. الباراجراف من غير غلطه، حرفيا حرفيا لو بايده ان هو يديك 6 من 5 هيديك. انا عامل معاكم الصح والواجب بزياده. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. شكرا جدا ليكم، سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.